الدورة الأفريقية على منزلتها، واحنا كلنا نفرح لما مصر تاخد، لكن ليست أعز من دم مصر واحد. دم مصر واحد بمليون بطولة أفريقية وبمليون بطولة كأس عالم. انتوا هؤلاء يعاملوننا كما لو كنا عندنا ذاكرة مش سمك. كما ان هم ما يعرفوش ان الشعب المصري، انا دايما بشبهه بالجمل. تعرف الجمل يكتر كده، يكتر تاريخه ويخزنه ويحتفظ بيه ويستدعيه وقت الضروره. طب تعالى نتكلم يا سياده العميد. انت جبت الفتنه الكبرى، انت ده كله بتجيبه ان ده كله يصب في مصلحه اصل من اذا كانت الفتنه دي موجوده. انا في مصلحه صاحب المصلحه في صناعه الفتنه. انا ما ينفعش. انا وهو ده لو يعرف ان هو ده لو شال سلاح وحارب زي اللي حاربه، وعرف يعني ايه قيمه البلد دي، وعرف يعني ايه قيمه المقاتل المصري وايه المواطن المصري وكيف تدافع عن المواطن المصري، ما كانش يجرؤ انه يقحم. ليه الانتخابات دي خلع فيها كل الحياء وخلع ليه؟ انا قلت لك الانتخابات الاهلي دي اسمها انت عارف كاشفه، الفاضحه والكاشفه. كاشفه هي في الاخر انتخابات نادي. لا بس هي ما يحدث شايفها ان هي انتخابات نادي ولا فيها ما هو ابعد من ذلك؟ ربما انا احيانا حتى لو عندي نوع من الادراك او بعض المعلومات، انا مش عايز ادخل في النوايا. انا مهموم. بص انا والله العظيم يا استاذ خالد، انا مهموم بوطن، انا مهموم ببلد فيه ما فيه من الفتن. انت دمجت حضرتك ما يحدث في الاهلي مع الوطن. لا يا فندم، لا يا فندم. ما هو عشان نتكلم عن الوطن، انت النادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه دول مكونات الوطن، مكونات بمشجعيها باعضاء، دول مكونات الوطن. لماذا الانتخابات، هذه الانتخابات يعني انت سيادتك حضرت انتخابات كثيره وانا حضرت في النادي الاهلي انتخابات كثيره، وعلى فكره انت حضرتك مستغرب من بعض الاشخاص. بالعكس سيدنا علي بيقول لك ولا خير في ود امرؤ متلون اذا الريح مالت حيث تميل. لما واحد يبقى بعض الاشخاص معروفه بالانبطاح والتقلل، يعني لا تلفت نظري حضرتك لو واحد بقى عنده مبدا، ما هو الطبيعي يعني تلفت نظري لدي، لكن الطبيعي ما الاشخاص معروفه. الايطاليين يقولوا لك فيلم ايه، انا اعرف انك تعرف اني اعرف. ما يعني اصلي ما نتكلم في حاجه، لان لو اتكلمنا عن الاشخاص هناخد اوقات وهم لا يستحقوا. لا انا ما بتكلمش عن اشخاص. الاهلي لماذا يحدث؟ انا بتكلم عن احداث. طب لماذا يحدث في تلك الانتخابات؟ انا هقول لحضرتك اهو. يحدث لانه انت لما يصل بيك، انا مش عايز اقول لفظ صعب، يعني حينما يصل بالبعض مستوى الانحطاط الاخلاقي بانه يوظف دم لم يجف بعد جرح وطن للانتخابات. ايه ده؟ ايه السفه ده؟ ايه ده؟ لا ده مش سفه، ده استريبتيز. لا انا يستعدين يخلعوا كل ملابسهم من اجل اجنده ومصلحه. انا هقول لك، لان انا لو انا وهم كلهم اخواتنا وابنائنا، لما اقعد اشوف كده اقول الله، ده احنا اخواتنا واهالينا ماتوا والنادي الاهلي بيعمل ندوات. طب يا اخي انا شخصيا كنت واحد من مشاركه في استنزاف 73، لم التفت ان في حد بيعمل فرح ولا بيعمل حفله ولا بيعمل، بل بالعكس هم مش عارفين. ما هو انا بقول لك مش عارفين تاريخ، مش مذاكرين تاريخ البلد دي. واحنا في الجبهه كان الشؤون المعنويه للقوات المسلحه والدوله المصريه كانت بتعمل لنا حفلات بتجيب فيها كبار الفنانين في الجبهه. ايه علاقه ده بده؟ انتوا بتعملوا ايه في البلد دي؟ انتوا بتصنعوا اي فتنه في البلد دي؟ يعني انا شفت كل الفنانين وانا في الجبهه في الوحدات بتاعتنا كانوا بيجوا متطوعين مشكورين، بيجوا يرفهوا عن العساكر وبيخرجونا من مود الحرب والقتال. ايه دخل ايه ده يا استاذ خالد؟ ايه دخل دم شهداء استشهدوا في مسجد بانتخابات الاهلي؟ برايك ما ده، انا اللي هسال سيادتك السؤال ده، برايك ما الداعي او ما كده او ما ذلك الذي حدث في انتخابات الاهلي؟ رد. يعني انت عايز تفهمني ان دي قناعه شخصيه؟ يعني هذا التوظيف الفج في فكره صناعه الفتنه والمتفجرات وعرب شركس وتجاره بدم الشهداء، ده لمين؟ ده مجاني يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعني يكشف دائما ما هو مستور وما هو مخبأ. طب انا ممكن اقول لك على حاجه ثانيه. قول يا فندم.
وانا من الاسف الشديد ازعجتني اشد الازعاج. اتفضل يا فندم. برضه الكابتن احمد شوبير كيف يزج باسم تامر الشهاوي في خلاف انتخابات، وانا رايي ان تامر الشهاوي اخطا خطا وطني جسيم، وانا لو من هذا الوطن لا يجب ان تكسر بوصلته الى هذا الحد. انا ابن المؤسسه العسكريه. بس اسمعني بس يا استاذ خالد، اصل انا عايز اتكلم. بص يا سيادة، اصبر عليا، انا هخلص اللي عندي واسالني زي ما انت لا عايز. انا عايز اتكلم ايه في انتخابات بعد ساعات، وعايز اتكلم في احنا يعني انا هقول نقطتين وهسكت. ماشي. اما يدخل تامر الشهاوي علشان يشيد بالعمري فاروق، وتامر الشهاوي كان في هذا الوقت في جهاز سيادي يخص القوات المسلحه، ويكشف ما هو مستور لهذا الجهاز. انا فلان كان بيتعاون معاه مش بيتعاون معانا، هذا لا يليق. هذه قواعد عامه تعلمناها واحنا في الكليه الحربيه. الجهاز ده اسلوب عمله وطريقه تفكيره لا يجب ان تطرح للعلن. تمام. من المتعاون استناني يا سيدي، استناني يا سيدي. انا قلت لك عايز استغل التوقيت. انا هكمل لك. احنا بنكسر بوصله وطن ان انا افصح عن ان انا يعني العمري فاروق. ايه علاقه المخابرات الحربيه بالعمري فاروق عشان يقول احنا كنا بنتعاون؟ ده كلام يجرحني. يا سياده العميد، يا سياده العميد، انا عندي دقائق محدده. طب اتفضل. عايز اتحدث فيها عن انتخابات النادي. اتفضل. حضرتك اتكلمنا واوضحت فكرتك، تعال نتحدث لماذا حدث في النادي في تلك الانتخابات ما لم نره في جميع الانتخابات. لماذا؟ هل عندما لا يجد الآخر ما يقوله من أجل ما سيفعله يضطر إلى تكسير عظام وإلى التهوين مما فعله الآخر؟ نتكلم في هذه الجزئية. يعني أنت عارف هي مشكلة الفساد دايما. الفساد دايما مشكلته أنه يدور في الخفاء، لكن تشم ريحته. الفساد تشم ريحته، لكن ربما تعجزك أدواتك من أنك أنت تمسك بتلابيبه على حد التعبير العربي، لكن تشم ريحته. دي انتخابات. يعني اللي انا شرحته ده واللي هكمله دي انتخابات. كملوا في نطاق النادي بعد اذنك. ما هو ده في النادي. هو يعني فكره ان انا بنحاز للعمري فاروق على حساب وطن وعلى حساب جهاز بالغ الاهميه في البلد دي. يا سياده العميد، احنا ناقص لنا نص ساعه، عايزين في النصف ساعه دي نقول حضرتك شاهدت انتخابات كثيره جدا في النادي الاهلي. لم ارى هذا. لا، لماذا؟ خالص. ليه؟ وانا عايز اقول لك ده لا يمكن يكون صراع على رئاسه نادي ولا على ممكن ان تفترض حسن النيه وان انا تأييدي لشخص. انا حتى لو انا عندي معلومات ان هناك مصالح ومصالح يا اخي، طب انا هقول لك على حاجه. عايز تعرف المصالح فين؟ انا اقول لك المصالح فين. انا لما ابقى برنامج مسخر وقناه مسخره للهجوم على طرف اللي هو قائمه المهندس محمود طاهر وقايمته، من حق الاعلام انه يبقى له انحيازاته. انا موافق ان يبقى عنده انحيازات، ممكن قناعه، هو حر انحياز. لكن اذا قلت رايي يبقى بره برنامجي، ده فيما هو اسوء. انت حضرتك اعلامي كبير ولك تاريخ طويل في الاعلام، وصارت مقوله مشهوره ان الاعلام اصبح اسير الاعلان. وانا اقبل على نفسي ان انا انحاز لقايمه اعلاناتها في ظهري. ده اسمه ايه؟ يعني حتى من باب احترام النفس. ما هو دي ريحه الفساد. انا عايز اربق بنفسي عن ان انا ابقى طرف في مصالح وفي اموال. اقول شيلوا الاعلانات دي وانا بتكلم، علشان ما ابقاش لان راجل العمل العام يا استاذ خالد يجب ان يربق بنفسه ان يكون موضع شبهه. لكن اذا انا في اعلانات في ظهري زي ما تكون بتوجهني، هذا كلام يليق يا فندم. بتصل مرحله معينه ان انت لما تبقى كاشف وشك ولما يبقى ما عندكش حاجه تخسرها ولما يبقى القاسي والداني يعلم من انت فكتير جدا ما خلاص يعني خلاص ورقه التوت اتعملت فخلاص ما عنديش مشاكل. اللي انا عايز اقوله وعشان هطلع فاصل وعايزه من حضرتك، هذا الصراع وهذه الاستماتة علامة الجميع يقول إنه من عمل تطوعي ومن أجل الاستماتة. وهل من الممكن أن تصل إلى هدف نبيل إن أنت تتولى كرسي الأهلي بتلك الطرق الشاذة؟ هل يفعل هذا مصلح ولا يفعله فاسد؟ لا أنا عايز أعرف من حضرتك. لا اللي يعمل ده اللي يرقص على جروح وعلى دم وطن، اللي يستبيح مؤسسات، يستبيح
اسرار مؤسسات، ده مش وطن، يا ده مش فندم، انتخابات هذه. بص اتفضل. انا ليس من حقي ان انا بقول لك، انا الملاحظه اللي انا لاحظتها ان في اعلانات بملايين في ظهرهم. هو المشاهد ده بيفهم ولا انا بفهم اكتر منه؟ هو بيفهم زي بالظبط للاسف واحسن. أضحى النادي الأهلي يعير من بعض إعلاميين المنسوبين الذين كانوا في يوم من الأيام ينتسبون إليه، أصبحنا نعير من بعضهم، ولكن الحمد لله أنهم معروفون للجميع تاريخهم إذا كان لهم تاريخ. نطلع فاصل ونرجع.